الفراخ المقرمشة في البيت من غير بيض ولا نقع ولا تتبيل، وهقولك ازاي تضمني التسوية بتاعتها 100%. عملت معاها رز رهيب يا جماعة، لازم اقولكم على الطريقة وازاي يطلع لونه كده. اهلا بيكي، انا عفاف ويلا بينا نبتدي على طول. حلة مية على النار، مية يدوب تغلي، هضيف فيها جزر وبصل بالشكل ده. هضيف ملح وفلفل وكركم وبهارات مشويات ورشة من الشطة ورشة من القرفة وكمان اللوري المطحون. دي ميكس توابل، تقدري تستخدمي اي توابل موجودة عندك مفيش مشكلة، وهنزل كمان بفص من الثوم. بعد كده عندي دبابيس فراخ او حتى فرخه متقطعه قطع صغيره، تكون فرخه كامله او دبابيس بس زي اللي انا مستخدماها. اسلقي الفراخ بتاعتك في الميه الخطيره دي. شايفين الميكس اللي احنا عملناه ده؟ رائع، والريحه ما حصلتش بجد، واحلى من تتبيل الفراخ بكتير. الطعم هنا ثابت جدا، وكمان شايفين لون الفراخ عامل ازاي؟ تحفه بجد. سلقتها سلق كامل عادي، بس ما تهريهاش قوي عشان الخطوه الجايه ما تقطعش معاكي. شايفين حلاوه الشوربه؟ بصوا صافيه ازاي، خطيرة. الشوربة دي هنعمل منها 3 حاجات. أول حاجة هنعمل بيها الرز. شوحت الرز في معلقة سمنة وزيت، وهبدأ ان انا اقلبه كده، وهسقي الرز بدل ما اسقيه بالمية هسقيها بالشوربة اللي عملنا فيها الفراخ. وبعد ما يتشرب هنقلب عليه معلقة سمنة ونهدي ونغطي ونسيب الرز يستوي عادي. الرز لونه خطير، وطبعا الشوربة اللي سقيناها بيها طعم الفراخ والتوابل تحفة. وعشان نعمل الطبقة المقرمشة اللي على الفراخ هستخدم كوبايتين من الدقيق، ونص كوباية من البقسماط المطحون، ونص كوباية من النشا. هضيف كل ده مع بعضه، ومش هضيف اي توابل تاني، انا ضايفه كل حاجه على الفراخ. تاني حاجه بقى هنستخدم فيها الشوربه اللي عملناها، هي كوبايتين من الشوربه هنضيف عليهم مكعبات من التلج، ويكون ده السائل اللي هننزل فيه قطع الفراخ بتاعتنا قبل ما نحطها في كفر الدقيق. بس خلي بالك معايا هنا، انا هشيل الجلد من على الفراخ خالص. سلقنا الفراخ بالجلد، بس انا هنا مش محتاجه الجلد خلاص. انا هشيل الجلد من على الفراخ كلها، وعايزاكي تشوفي لي لون الفراخ عامل ازاي. طعمها ولونها تحفه، وكانها قاعده في التتبيله ساعات والله. انزلي بقى بقطعه الفراخ بتاعتك في السائل اللي عملناه اللي هو الشوربه ده، وبعدين نحطه على طول في الدقيق، ونرجع نكرر الموضوع ده مرتين او 3 براحتك. المهم عايزين نعمل طبقه على الفراخ كده حلوه تطلع معانا مقرمشه وخطيره. انا عملت الحركه دي 3 مرات، انزل في الشوربه وبعدين ارجع احطها تاني في الدقيق، وحاولي ان انتي تنفضيها كده على الدقيق علشان تبدا تعمل تعاريج، يعني زي الفراخ المقرمشه بالظبط. هضيف في الوك زيت غزير ويكون سخن طبعا، علشان الفراخ بتاعتي انا محتاجه انها تاخد طبقه القرمشه والتحمير من على الوش بس، لكن الفراخ من جوه مستويه. وطبعا الحلو في الطريقه دي ما بتشغليش بالك الفراخ استوت ولا لا. وطبعا في اغلب الاوقات بتطلع نيه، والفراخ اللي بالعظم تحديدا مش بتستوي بسرعه. انما هنا بتريحي دماغك، انتي سلقتي وخدتي الطعم وخدتي الشوربه، عملت بيها رز وعملت بيها كمان كبر الفراخ، وكمان عملت بيها ملوخيه هوريها لكم دلوقتي. انا اكتر حاجه عجباني لون الرز بصراحه. تعالوا نغرف الرز مع بعض واوريكم قد ايه هو. بصوا كل حبه لوحدها ازاي، ولونه خطير. متخيلين ده مستوي بشوربه تماما، وكمان الشوربه دي كان فيها توابل وتوم، يعني حاجه كده تحفه. لازم تجربي الطريقه دي، هتعجب ولادك جدا. وطبعا ان احنا شايلين الجلد، ولكل الناس اللي بتحبش جلد الفراخ او ما بتاكلهوش، هنا بقى خطير. هتقطمي على طول كده، اعملي سيف للفيديو عندك، علشان هي دي الاكلات اللي هتحتاجيها الفتره الجايه في ايام الدراسه وكمان دخول الشتاء. يلا طلعي الفرخه اللي عندك في الفريزر عشان تعمليها بنفس الطريقه. طريقه كمان مش مكلفه، مش محتاجين فيها بيض خالص ولا تتبيل ولا زبادي بقى للتتبيله ولا اي حاجه، وبتطلع شكلها خطير كده. اسمعي معايا كده. ما تنسيش تعملي سيف للفيديو عندك عشان لما تحتاجيه، وكمان شاركي الفيديو مع اصحابك، وهستنى رايك تحت اكيد في الكومنتات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.